مرض مهم وهو الذئبة الحمراء، وعندنا أعراض خطيرة بيبقى أكتر في النساء بنسبة 10 ل1 للرجال، وممكن يجي في الأطفال. أهلا بيكم، معاكم الدكتورة دعاء صلاحاطة، أستاذ واستشاري أول للروماتيزم والمفاصل والمناعة. هنتكلم النهاردة عن مرض مهم وهو الذئبة الحمراء. هو مرض مزمن وسببه إن حصل اضطراب في الجهاز المناعي فكون أجسام مضادة ضد الأنسجة والخلايا، وهو مرض غير معدي. بيبقى أكتر في النساء بنسبة 10 ل1 للرجال، وممكن يجي في الأطفال. عندنا أعراض بسيطة زي تساقط الشعر، تقرحات الفم، حساسية الجلد أو ألم وتورم المفاصل. وعندنا أعراض خطيرة في أجهزة الجسم الهامة زي الكلى والرئة والقلب والمخ والأوعية الدموية، ودي بتظهر في الحوامل على شكل جلطات أو إجهاض متكرر. في تشخيص الذئبة الحمراء بنعتمد على التاريخ المرضي والعائلي للمريضة، والفحص السريري والأشعة التشخيصية والتحاليل المعملية المهمة. في العلاج عندنا علاج تقليدي، مثبطات المناعة وغيرها، وعندنا علاج بيولوجي حديث للذئبة الحمراء. كل ما كان التشخيص مبكر والعلاج مبكر، كل ما سيطرنا على شدة المرض ونشاطه وقللنا المضاعفات. وطبعا يسعدنا خدمتكم في عيادات الدكتورة دعاء صلاحاطة للروماتيزم والمفاصل والمناعة.